انا بالنسبه لي الاحساس ده بيبقى صعب جدا، ان انا ابقى محتاج معلومه معينه للشغل ومش لاقيها. زي بالظبط اكون داخل اوضه ضلمه وعاوز افتح النور او عاوز افتح الشباك او حتى افتح الباب ومش شايف اي حاجه خالص ومش عارف اي حاجه، وبالتالي احساس بيبقى صعب. ده بالنسبه لك في الشغل بالظبط، ان انت اصحابك ما بيدولكش المعلومات اللي انت طالبها عشان تقدر تحقق اللي انت مفترض تحققه، او بيدولك المعلومات مش في وقت مناسب، وده برضو شيء بيبقى اصعب كتير، او بيدوك معلومه منقوصه. ثلاث حاجات دولت بيحسوك فعلا ان انت جوه غرفه مظلمه او جوه صندوق اسود، مش قادر تحقق الهدف بتاعك، مش قادر تنجز الشغل بتاعك. الحقيقه طبعا في طرق كتير تقدر تتغلب بيها على ده، لكن في الاول وفي الاخر انت حاول تكون انت زي المغناطيس، المعلومه هي اللي بتجيلك لحد عندك. طب ده انا هقدر اعمله ازاي؟ نقدر نعمله بكذا حاجه. حاول انت تكون مبادر ان انت تقدر تاخد المعلومه من زمايلك، حاول انت تقدم معلومات قيمه لزمايلك حتى لو هم مش محتاجينها. يعني ايه حتى لو هم مش محتاجينها؟ يعني ابدا شوف مثلا تقول لهم انا في تقرير الفلاني انا شفت فيه معلومه معينه انا حابب اشارككم بيها، على فكره في ارصده ما انا شفتها في التقرير ده، اعتقد ده هتاثر على موقفنا المالي. مجرد مبادرتك بمعلومات قد تكون قيمه لزميلك الاخر، هو بعد كده ممكن يشارك معاك، هتبقى بالنسبه له مصدر ثقه، وبالتالي هو ممكن يقدر يشارك معاك المعلومات اللي انت ممكن تكون مهتم بيها اكتر منه. فدي اول حاجه انت ممكن تعملها. حاجه تانية برضو كنا اتكلمنا فيها في ازاي اتغلب على احساسي وانا لسه في شغل جديد. انت لازم تبني علاقات شخصيه قويه داخل مجال عملك، ده بيدي ثقه كبيره بينكم انتوا الاثنين. ابدا اسالهم عن مشاكلهم اللي بيواجهوها في الشغل وازاي انا اقدر اساعدكم فيها. ده اعتقد بيبني علاقات جيده بينكم وبين بعض، هيساعد كتير قوي قوي ان انت تكون محل ثقه لزملائك، هيساعد كتير قوي ان هم يشاركوك المعلومه في الوقت المناسب ليها. قد يكون الموضوع ده برضو فيه مشكله، ان هو طريقه الطلب بتاعتك. انت ممكن تغير طريقه الطلب بتاعتك، تغير طريقه طلبي للمعلومه من زميلي. بدل ما تقول له يا فلان ابعت لي كذا، يا فلان ابعت لي بالميل الحاجه الفلانيه، لا انت ممكن تعمل حاجه مختلفه شويه، بان انت برضو هيبان لزميلك ان انت بتساعده اكتر منه ان انت بتطلب منه معلومه. فانت ممكن بتقول له مثلا لو محتاج مساعده في الموضوع ده احنا ممكن نشتغل فيه مع بعض، وممكن اوفر لك حاجه معينه. اعتقد طريقه تغيير طلبك للمعلومه ده هيفيدك كتير جدا جدا ان انت تتغلب على هذا الموضوع. وزي ما بيقولوا احيانا ان المعلومات مش دايما بننفع نطلبها، ممكن هي انت بتقدر تكتسبها بذكائك المهني وبعلاقاتك مع الناس. حاول تكون نقطه التقاء ما بين الناس في حته تلقي المعلومات، دي شطارتك انت كموظف، مش دايما تطلب المعلومه، حاول انت تكون نقطه التقاء المعلومه باللي احنا اتكلمنا فيه قبل كده. هو ده شعور لو انتابك كموظفه، ده بيبقى شعور صعب جدا جدا جدا، وممكن يدمر معنوياتك بشكل او باخر. وده بتلاحظيه ان انت احيان كتير قوي بتبقى حاضره اجتماعات، والاجتماعات دي فيها حوار راي والراي الاخر، واحيانا انت بتتكلمي وبتبداي تقولي رايك في الموضوع اللي هو مثار في خلال هذا الاجتماع، بس بتحسي كده بشكل او باخر ان رايك ما اتاخدش بيه، على الرغم من ان انت شايفه من وجهه نظرك ان رايك ده كان ليه قيمه كبيره جدا، واعتقد ان هو ممكن يحل المشكله، لكن هو اتاخد برأي حد تاني من زمايلك. فانت بديتي تحسي معنويا ان انت ما بقيتيش مؤثره خالص. اعتقد الموقف ده هو في الاول وفي الاخر هو شعور، يعني هو ممكن يكون حقيقي وممكن ما يكونش حقيقي. ففي الاول وفي الاخر احنا عاوزين نتعامل معاه ان هو شعور داخلي محتاجين نتغلب عليه. بس لما بينتابك الشعور ده انت مش محتاجه تتكلمي اكتر، انت محتاجه تتكلمي اذكى. بمعنى ايه؟ لو انا فعلا الكلام اللي انا هقوله مش هيضيف قيمه او مش هيقدم حاجه جديده بالنسبه لموضوع، لا خلاص مش لازم ادلي برايي، ممكن عادي جدا جدا الصمت في هذه المواضيع بيبقى ابلغ كتير قوي. برضو في نفس الموضوع ده انت محتاجه تشتغلي بفلسفه مختلفه شويه، اللي هي المشاركه الكميه مش مطلوبه قوي، هي المشاركه النوعيه. يعني انت ممكن تختاري موضوع بس تتكلمي فيه وتركزي عليه بشكل او باخر، بدل ما تحاولي تبذلي مجهود كبير في التفكير ووضع حلول لثلاث اربع موضوعات بيتناقشوا في نفس الاجتماع. لا انت ممكن تختاري موضوع واحد تفكري فيه وتبداي تبذلي مجهود فيه، بحيث ان هو ده بالنسبه لك هو اللي انا هقدر ادلي بدلوي فيه في هذا الاجتماع، وبالتالي الموضوع ده هيكون مؤثر، وبالتالي ممكن ده شويه يخلصك من الشعور اللي انت حاسه بيه. برضو في حاجه ممكن تفيد في حته ان احنا نتغلب على هذا الشعور ده، ان انت تحاولي تستثمري اللحظات اللي هي بعد الاجتماع. احيان كتير الاجتماع بيخلص وفي موضوعات كتير جدا 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 انت كنت محتاجه تتكلمي فيها او محتاجه تدي برايك فيها، الوقت ما اسعفناش. ممكن اللحظات
اللحظات دي انت بتقدري تستغليها بعد الاجتماع. ممكن تبعتي ميل معين اللي كانوا حاضرين الاجتماع وتقولي ان النقطه دي ما اتكلمناش فيها، وانا اعتقد من وجهه نظري ان النقطه دي ممكن يكون الحلول اللي نقدر نتغلب بيها على المشكله 1 2 3 4. ده برضو حاجه بنقدر نتغلب بيها على الشعور ده، ان احنا بنستغل او بنستثمر في الاوقات اللي هي بعد الاجتماعات. الموقف ده كلنا بنتعرض ليه، وهي في الاول وفي الاخر مسطره بيتم القياس بيها، هو المجهود بتاعي فعلا اتسرق، ولا هي الفكره بتاعتي اتسرقت، ولا في انجاز ما انا عملته وفي الاخر هو تم نسبه لحد تاني. فهي مسطره احنا ماشيين عليها. بس خلينا نتفق على حاجه مهمه جدا او قاعده في مجال العمل: ما هو غير موثق فهو غير موجود. بمعنى ان دايما طالما ان انا ببذل مجهود في شغل، فانا ببذل مجهود لازم هذا المجهود يوثق. يعني ايه يوثق؟ اكيد بيبقى مكتوب اللي انا الانجازات اللي انا عملتها في تقارير معينه، بتبقى مبعوثه في رسائل او ميلز معينه، او حتى معمول لها عرض تقديمي من خلال الادوات المساعده للعرض او البرزنتيشنز. فخلينا نتفق، اي حاجه لا توثق فهي بالتالي ممكن يكون مجهود ضايع ومن السهل انه ينسب لاخر. فدي القاعده الاساسيه اللي انت محتاجه تفكري فيها واللي انت محتاجه تشتغل عليها، بحيث بقدر الامكان ان مجهودك اللي انت بذلتي فيه وقت كبير جدا ما يضيعش منك. طيب حته الافكار بقى في حد ذاتها، ان قد تكون فكره انت قلتيها في سياق او في قعده لزميل، وحصل اجتماع ما وبدينا نتكلم في المشكله اللي احنا بصددها، وفي الاخر اتفاجئتي بالزميله او الزميل بيعرض فكرتك اللي انت اتكلمتي فيها في سياق غير رسمي على الحاضرين ان هي في الاول وفي الاخر ان هي فكرته. هي الحقيقه انت عندك حل من الاثنين، ده موجود وده موجود. اول حل ان انت بعد ما يخلص فكرته بتبداي ممكن توجهي بتلفتي النظر ليه: يا فلان انا اعتقد ان احنا اتكلمنا في هذا الموضوع انا وانت لما كنا قاعدين في المكان الفلاني، واعتقد كنت واحنا بنتكلم قلت لك ان احنا ممكن كمان الفكره دي نضيف ليها 1 2 3. شويه انت قدرت تجذبي انتباه الحاضرين بشكل او باخر ان الفكره دي مش وليده الان، وبالعكس هي في حصل تشارك، وبشكل او باخر صياغتك للموضوع او اثارتك للموضوع يبان فيه شويه ان الفكره دي اصلها هو ناتج من فكرك انت. ده اسلوب. في اسلوب تاني ممكن يعني خلاص في الاجتماع ان هو قدر او خد قرار ان هو يطرح فكرتك اللي هي ملكيه خاصه بيكي، واللي انت قلتي له عليها في اجتماع غير رسمي، انت خلاص بتسيبيه قالها، وممكن بتنتظري بعد الاجتماع وبتتكلمي معاه بشكل يعني غير رسمي، بتقولي له ان مفترض احنا اتكلمنا في الموضوع ده وكانت فكرتي، ومش مفترض ان انت ده يحصل في الاجتماع، مفترض ان انت كنت تنوه ان الفكره دي كانت فكرتي. اعتقد هو شويه ده هيبقى اجراء وقائي للمستقبل، ان هو مش هيقوم بتكرار الموضوع ده مره تانية. فده حاله او حل ممكن تتغلبي بيه على حاجه زي كده. طيب هي التوقعات العاليه في الاول وفي الاخر ممكن الاول ناخدها هي بشكل ايجابي جدا، لان انا بعتقد ان احيانا التوقعات دي بتيجي ان انا كموظف بقيت ثقة لمديري. دايما هو بيتوقع او بيتوقع مني ان انا اقدم ادوار معينة بجودة معينة. فاعتقد احنا خلينا في الاول ناخدها ان هي حاجة ايجابية جدا جدا نابعة من ثقة من مديري. بس هي في الاول في الاخر هي دايره بتبدا او يعني مرحله بتبدا وتنتهي. فدايما لو في ادوار معينه مفترض ان انا اعملها، خلي هذه الادوار تكون محدده ما بيني وبين مدير، ويفضل انها تكون حاجات مكتوبه متحدد فيها ايه اللي مطلوب مني بالظبط ان انا هعمله، متحدد فيها اوقات التنفيذ بتاعتي،
متحدد فيها كمان شيء مهم، لو انا محتاجة ادوات مساعدة او موارد معينة هتساعدني ان انا اقوم بالدور ده، لازم اكون محددها مع مديري من البداية، بحيث ان هو بيبقى متوقع ان انا انفذ الحاجة دي في الوقت الفلاني، بس هو قد تكون في اداة معينة مطلوبة من ان انا استخدمها هتساعدني في اداء ده، وما ما جاتليش. لو في حاجة معينة، برنامج معين او اداة مساعدة محتاجة الشركة تشتريها لي عشان اشتغل بيها، فده لازم يكون محدد برضو من البداية. الحاجة الاخيرة هي المخرجات، ان انا في الاول وفي الاخر انت طالب مني واحد اتنين تلاتة اربعة، مفترض انا هسلمك الحاجات دي في كمان في شكل ايه، هل في شكل تقرير، هل في شكل خطة، هل في شكل ايه. فدي حاجة بتبدأ وبتنتهي، لازم نكون متفقين مع بعض على الاربع حاجات دي. ايه المطلوب مني بالظبط، ايه مخرجاته، ايه الادوات المساعده بتاعتي، ايه كمان الاوقات الزمنيه المحدده اللي المفترض هسلم فيها الحاجات دي. اعتقد دي بتقلل بشكل كبير قوي 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 التوقعات الغير منطقيه من مديري او حتى من الزملاء بتاعتي. الحته التانيه برضو اللي بتخلينا نتغلب على موضوع التوقعات الزياده، اهتمامي انا كموظف بالخطه. بمعنى ايه؟ ان لازم قد يكون في مجال عملي ان احنا مفترض نحط خطة للإدارة بتاعتنا كلنا مع بعضنا كفريق عمل، وانا الخطة دي ليا ادوار فيها معينة وليا انشطة بتبدأ وتنتهي في مواعيد معينة. انا دايما اكون مهتم بهذه الخطة كموظف بمبادرة داخلية من عندي. انا مش محتاج مديري كل 3 شهور او كل 6 شهور او في نهاية السنة يبدأ يفكر او يبدأ يسألني الخطة اللي احنا كنا بنتكلم فيها عملنا فيها ايه. لا، انا لازم اكون مبادر، لازم كل فترة معينة ابدأ اطلع الخطة واشوف انا وصلت فيها لحد فين. فاعتقد دي هتبقى شيء مهم جدا جدا يقلل التوقعات الغير منطقية من مديري ليا.